فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها روبي عايشة في مدينة صغيرة على البحر، وحياتها مختلفة تماما عن أي حد حواليها، مش لأنها غريبة أو منطوية بطبعها، لكن لأنها الشخص الوحيد في عيلتها اللي بيسمع. أبوها فرانك وأمها جيكي وأخوها الكبير ليو كلهم صم، وده مخلي روبي من وهي طفلة شايلة مسؤوليات أكبر من سنها بكتير. هي مش مجرد بنت في البيت، دي المترجمة والمتحدثة الرسمية والمسؤولة عن التواصل بين عيلتها والعالم كله تقريبا. كل يوم الصبح بدري جدا قبل ما تروح المدرسة كانت بتنزل البحر مع أبوها وأخوها في مركب الصيد، تشتغل معاهم وتساعدهم في بيع السمك والتعامل مع الزباين، وبعدها تروح المدرسة وهي أصلا مرهقة، وده كان عامل فجوة كبيرة جدا بينها وبين باقي الطلبة، بينما هي أي طالب في سنها بيفكر في الخروجات والحفلات والحب والدراسة. كانت هي بتفكر في أسعار السمك والمشاكل القانونية اللي بتقابل شغل العيلة، وعشان كده كانت دايما حاسة انها مش شبه حد، لا هي قادرة تعيش حياة المراهقين الطبيعية ولا قادرة تتكلم عن ظروفها بسهولة. والأسوأ من كده ان بعض الناس كانوا بيتريقوا عليها وهي صغيرة بسبب طريقة كلامها، لانها اتعلمت النطق وسط ناس صم، فكانت بعض مخارج الحروف مختلفة شوية. الجرح ده فضل جواها سنين طويلة وخلاها تخاف من أي موقف ممكن تكون فيه محاط أنظار الناس. وفي المدرسة كانت معجبة بولد اسمه مايلز، إعجاب المراهقين البسيط اللي بيخلي الواحد يعمل أي حاجة عشان يقرب من الشخص اللي بيحبه. ولما عرفت إنه ناوي يدخل الكورال المدرسي دخلت هي كمان من غير ما تفكر مرتين. كانت فاكرة إنها مجرد فرصة تقرب منه، لكن هي نفسها ما كانت